السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. الدرس الأول الحصة اللي فاتت شرحنا التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية. النهاردة إن شاء الله هنشرح الدرس الثاني التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية. أنا عارفة إن التغير الكيميائي هو أو التغير الفيزيائي الأول، التغير الفيزيائي هو تغير في حالة أو شكل المادة دون تغير في تركيبها الكيميائي، لكن النهاردة هنتكلم في الكيمياء. التغير الكيميائي تغير ينتج عنه مادة جديدة تختلف في خواصها الكيميائية عن المادة الأصلية. طب التغير الكيميائي بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق التفاعلات الكيميائية، بجيب مادة واضيفها على مادة ولما بحطهم على بعض بيدوني تفاعل كيميائي. طيب التفاعل الكيميائي ده ليه خطوات وليه تكنيك بيمشي بيه. ازاي ممكن يحصل تفاعل كيميائي؟ لما بجيب مادة جواها روابط أو بترتبط ببعضها بطريقة معينة، واجيب مادة تانية هي كمان بترتبط ببعضها بطريقة معينة واحطهم على بعض، بكسر الروابط القديمة وابتدي اعمل اعادة ترتيب للذرات واكون روابط جديدة عشان يبقى معايا مادة جديدة. ممكن نشوف الكلام ده قدامنا دلوقتي علميا اهو. يجي يقول لي أنا عارف إن التفاعل الكيميائي بكسر فيه جزيئات الروابط القديمة، زي مثلا لما بيكون عندي جزيء كربون وجزيء أكسجين، لو حطيت الكربون في هواء جوي بيحتوي على أكسجين مش هيحصل أي حاجة، لكن لو سخنتهم هيبتدوا يتفاعلوا مع بعض ويعملوا تفاعل كيميائي ويدوني جزيء ثاني أكسيد الكربون اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون. يجي بعد كده يقول لي هل ينفع مادة معينة تدخل التفاعل وما تطلعش منه؟ لا طبعا. طب هل ينفع مادة معينة تطلع من التفاعل ما كنتش انا دخلتها اصلا من الاول؟ برضو لا، ما ينفعش. يجي يقول لي انا عايز اعمل نشاط هيفهمني حاجه اسمها قانون بقاء الطاقه وقانون بقاء الماده. احنا قلنا ان قانون بقاء الماده والطاقه اللي احنا درسناهم الترم الاول بيقولوا ايه؟ قانون بقاء الماده: الماده لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتحول من صوره الى صوره اخرى. نفس الكلام بالنسبه للطاقه، الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتحول من صوره الى صوره اخرى. يعني الطاقه ما ينفعش تختفي، لا هي اتحولت لصورة تانية من صور الطاقة. ما ينفعش كمان اجيبها من العدم، اجيبها من اللا شيء، لازم الطاقة دي اكون خدتها من مصدر معين. يجي يقول لي انا لو عملت النشاط ده هقدر اكتشف الكلام ده بنفسي في البيت. ازاي؟ بيقول لي هجيب ثمرتين ليمون. اشمعنى مش ثمر الليمون؟ بيقول لي انا عارف ان النبات بيقوم بعملية البناء الضوئي. بيقوم بعملية البناء الضوئي ازاي؟ بيمتص الطاقة الضوئية من الشمس ويبتدي يفعل معاها المية وثاني اكسيد الكربون ويكسر روابطهم ويكون روابط جديده علشان ينتج الغذاء بتاعه اللي هو سكر الجلوكوز. معنى كده ان النبات محوش جواه طاقه، محوش جواه طاقه كيميائيه في صوره سكر جلوكوز. طب الطاقه الكيميائيه اللي جوه النبات دي مختلفه من نبات الى اخر. بيقول لي نبات الليمون من النباتات اللي بتحتوي على نسبة عالية من الطاقة الكيميائية. يبقى هل نبات الليمون ده محوش جواه طاقة؟ محوش جواه طاقة كيميائية. قال لك انا هجيب ثمرتين الليمون وهجيب معايا لوحين خرسين ولوحين نحاس، زي ما هو مبين لي اهو، عندي زد ان وزد ان يعني 2 خرسين، سي يو سي يو يعني 2 نحاس. طب انا عندي خرسين ونحاس. اشمعنى مثل الخرسين واشمعنى النحاس؟ بيقول لي ان النحاس من المواد اللي بتفقد الكترونات وتتحول الى ايون موجب، والخرسين الزد ان من المواد اللي بتكتسب الكترونات وتتحول الى ايون سالب. طب ليه انا عايزه ماده بتكتسب وماده بتفقد الكترونات؟ انا عارف ان اي حاجه دايره كهربائيه بتحتوي على بطاريه، والبطاريه بيكون ليها جزئين، ناحيه موجبه وناحيه سالبه، ناحيه بتفقد الكترونات والتانيه بتستقبل الكترونات. فانا عايزه اعمل شكل هنا قدامي بيمثل البطاريه او يشبه الدايره الكهربائيه، يكون في ناحيه موجبه بتفقد الكترونات وناحيه تانية سالبه بتكتسب بدالها الالكترونات. فقررت ان انا اجيب النحاس والخرسين عشان يشتغلوا شغل البطاريه، واحد يفقد والتاني يكتسب. وصلت واحد خرسين بواحد نحاس بسلك موصل للتيار الكهربي، ووصلت النحاس الاخرى والخرسين المتبقيه عندي بلمبه ليد صغيره. طب لما بقفل الدايره يا ترى ايه الملاحظه؟ الملاحظه او المشاهده هي الحاجه اللي انا شفتها بعيني. شفت ايه؟ شفت ان المصباح يضيء ويمر تيار كهربي في السلك المعدني. طب انا عندي الدايره دي اشتغلت وخلت لي المصباح يضيء، الكهرباء دي جت منين يا مس؟ جت من الطاقه الكيميائيه اللي في الليمون. يبقى الطاقه الكيميائيه المختزنه في ثمره الليمون تحولت الى طاقه كهربائيه تضيء المصباح. لحد هنا مفهوم؟ يبقى انا عندي هنا الطاقه
هل اختفت؟ لا. طب هل انا جبتها من العدم؟ لا برضو. لا، ده انا خدت الطاقه من الليمون وابتديت اديها للمصباح، وده بيدل على قانون بقاء الطاقه. الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من صوره الى صوره اخرى. بيقول لي اهو الملاحظه: اضاءه اللمبه. التفسير: يحدث داخل الليمونه تفاعلات كيميائيه ينتج عنها تيار كهربي. يبقى الكيمياء او التفاعلات الكيميائيه اللي جوه الليمون حولت الطاقه الكيميائيه المختزنه الى طاقه كهربائيه بما يحقق قانون بقاء الطاقه. طيب يجي بعد كده يقول لي مين العالم اللي اكتشف قانون بقاء الطاقه؟ بيقول لي ان في عالم اسمه هيرمان فون هيلمولتز. العالم ده هو اللي اكتشف ان الطاقه ما ينفعش تيجي من العدم وما ينفعش تختفي، ولكنها تتحول من صوره الى صوره اخرى. يجي يقول لي ايه العلاقه بين التفاعلات الكيميائيه وقانون بقاء الطاقه؟ ايه اللي بيحصل في التفاعلات الكيميائيه عشان يخلي التفاعل الكيميائي طاقته الحراريه بتتغير؟ العنوان اصلا بتاع الدرس هو التغيرات الحراريه المصاحبه للتغيرات الكيميائيه. يعني هل يا مس وانا بعمل تفاعل كيميائي ممكن الحراره تزداد او ممكن تقل؟ يبقى في تغير حراري بيحصل اثناء التفاعل الكيميائي. التغير الحراري ده ممكن الاحظه ازاي؟ بيقول لي لو انا عندي مواد دخلت التفاعل زي مثلا عندي الاكسجين والهيدروجين، بكسر الروابط بتاعتهم. بعد ما كان جزيء هيدروجين اتنين ماسكين في بعض، لا، وجزيء هيدروجين اتنين ماسكين في بعض ببتدي اكسرهم واخلي كل اكسجينه لوحدها وكل هيدروجينه لوحدها، فابتدت تتكون منها ذرات منفصله. ده تفاعل الاكسجين مع الهيدروجين. بعد ما كسرت الاكسجين لوحده والهيدروجين لوحده، ابتدوا يعملوا اعاده ترتيب ويدخل واحده اكسجين مع اتنين هيدروجين. طب اتنين هيدروجين وواحد اكسجين، ده كده جزيء ايه؟ جزيء الميه. انا عارف ان الميه H2O اهو. دي عندي اكسجين O2 وانا حاطه معاه هيدروجين H2. لما حطيتهم مع بعض كسرت الروابط اللي ما بينهم، كسرت كده خليت كل ذره لوحدها، فابتدى يبقى عندي كل ذره منفرده. طب لما الاكسجين هيتفاعل مع الهيدروجين هينتج لي ايه؟ هينتج لي جزيئات H2O. كل 2 H مرتبطه بواحده O. ده جزيء الميه، جزيء الايه؟ الميه. طيب انا هنا عندي ايه اللي حصل في التفاعل ده؟ نرجع تاني للدرس. بيقول لي ان الروابط بتختزل جواها كميه من الطاقه. ازاي؟ انا مثلا دلوقتي عندي الاكسجين مرتبط مع بعضه كده، هل الروابط اللي بين الجزيئات دي روابط قويه ولا روابط ضعيفه؟ طبعا روابط قويه جدا. ونفس الكلام بالنسبه لجزيء الهيدروجين، كل اتنين ماسكين في بعض كويس جدا بروابط قويه. علشان اعرف اكسر الروابط اللي بين الجزيئات دي محتاجه طاقه تساعدني، محتاجه حاجه تشجعني وتساعدني اعرف اكسر الروابط دي، فبالتالي همتص طاقه حراريه من الوسط المحيط عشان اعرف اكسر الروابط اللي بين جزيئات المواد المتفاعله. يبقى انا عشان اكسر الروابط بعمل امتصاص للطاقه ولا باطلق طاقه؟ لا، ده انا بعمل امتصاص، باخد طاقه حراريه من الوسط المحيط واخزنها جوايا عشان اعرف اكسر الايه؟ الروابط. طب بعد ما امتصيت حراره وكسرت الروابط خلاص اعمل ايه؟ ابتدي اعمل روابط جديده. المواد والذرات وهي بتكون رابطه جديده تاني من الاول، بتبتدي بقى تطلق الطاقه اللي كانت محوشاها جواها دي، تطلقها الى الوسط المحيط مره اخرى. يبقى التفاعل الكيميائي يا مس هل بيبقى حاجه واحده بس؟ لا، ده بيحصل فيه حاجتين اهو. بيقول لي هنا كسر الروابط يستلزم امتصاص للطاقه الحراريه. يبقى وانا بكسر بعمل امتصاص للحراره من الوسط المحيط. طب تكوين روابط جديده يكون مصحوب بانطلاق طاقه حراريه. يبقى انا بعمل امتصاص وانا بكسر الجزيئات بتاعه الروابط، بعمل انطلاق للطاقه وانا بعمل تكوين روابط جديده في النواتج. يبقى التفاعل بيحصل فيه الحاجتين. امتى بقى يا مس اقول على التفاعل ده ماص للحراره وامتى اقول طارد؟ ما هو بيحصل فيه الاثنين، امتى اقول عليه ماص وامتى اقول عليه طارد؟ هندرس الكلام ده دلوقتي ان شاء الله مع بعض. بيقول لي تصنف التفاعلات الكيميائيه ايه؟ تفاعلات طارده للحراره وتفاعلات ماصه للحراره. نوعين، تفاعلات طارده وتفاعلات ماصه. اول حاجه هيكلمني عن التفاعلات الطارده للحراره، ويقول لي ما تيجي نعمل نشاط ونشوف بنفسنا يا ترى التفاعل ده هيطرد حراره الى الوسط المحيط ولا لا. التفاعل الطارد للحراره معروف عنه انه بيخلي الحراره تزداد، لان انا كنت تفاعل عادي موجود في حالي اهو، ولما خلصت ابتدت
درجة الحرارة بتاعتي تزداد 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 لحد ما قلت ان درجة الحرارة النهائية بقت عالية، فقلت عليه تفاعل طارد للحرارة. ده كانت حرارته قليلة وبعد كده زادت فسميته تفاعل طارد للحرارة. اعمل نشاط على الكلام ده ازاي؟ بيقول لي هجيب مواد، او المواد اللي انا هستخدمها حمض هيدروكلوريك مخفف. هجيب حمض هيدروكلوريك مخفف وهكتب المعادلة معانا اهو. حمض هيدروكلوريك HCl. هجيب حمض هيدروكلوريك مخفف وهجيب شريط مغنيسيوم Mg. يبقى ادي الحمض واحط معاه Mg. طيب حمض الهيدروكلوريك لما بيتفاعل مع المغنيسيوم بيبتدي يطلع غاز الهيدروجين بره اهو. هيطلع الهيدروجين، دي الناتج بتاعي، زائد هيبقى معايا مين؟ الCl والMg. بقى معايا MgCl. حلو. طب هل التفاعل كده خلص؟ لا، هيجي في الاخر بعد ما يكتب النواتج ويكتب لي زائد هيت. ليه يا مس زائد هيت؟ ليه كتبت زائد هيت؟ لان التفاعل ده لما تم وطلع النواتج بتاعته اطلق حراره الى الوسط المحيط، عشان كده كتبت زائد هيت مع النواتج. يجي يقول لي لما اجي اعمل التجربه دي هحط الحمض الهيدروكلوريك وشريط المغنيسيوم داخل اناءين من البولي اسيتيرين اهو مكتوب كوبين من البولي اسيتيرين. ليه يا مس استخدمت كوبين من البولي اسيتيرين؟ واشمعنى ماده البولي اسيتيرين بالذات؟ ماده البولي اسيتيرين ماده عازله للحراره. انا دلوقتي عايزه اعمل التجربه دي. التجربه دي كانت درجه حرارتها مثلا 25 وزادت، عملت تفاعل طارد للحراره، بدل ما كانت 25 بقت 30. يا ترى اسيب الخمس درجات اللي زادوا دول يتسربوا الى الوسط المحيط ولا احبسهم جوه الكوب عشان اعرف اقيس درجه الحراره بدقه؟ طبعا بستخدم الاكواب دي علشان اقفلها كويس وتعمل عزل حراري للتجربه. اقفل التجربه كويس قوي عشان اعرف اقيس بدقه فرق درجه الحراره كان كام بالظبط. فانا بستخدم كوبين من البولي اسيتيرين لزياده العزل الحراري. كاتب لي اهو كوب خارجي لزياده العزل الحراري. طب لو حطيت 3 كوبايات جوه بعض هيبقى عزل حراري اقوى واقوى. كل ما ازود عدد الاكواب كل ما يبقى عندي عزل حراري افضل. طيب يجي يقول لي بعد ما حطيت حمض الهيدروكلوريك وسقطت جواه شريط المغنيسيوم هيجي يسالني على الملاحظه. يا ترى انا لاحظت ايه؟ لاحظت ان درجه الحراره النهائيه اكبر من درجه الحراره الابتدائيه. طب ليه حصل الكلام ده؟ هستنتج ايه من الكلام ده؟ تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف بيكون مصحوب بانطلاق طاقة حرارية إلى الوسط المحيط تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة النظام. يبقى أنا عندي التفاعل بتاع حمض الهيدروكلوريك مع المغنيسيوم تفاعل طارد للحرارة. يعني أنا لو جيت مثلا قلت كده، أنا عندي المعادلة بتاعتي اللي قلت عليها حمض هيدروكلوريك مع المغنيسيوم. أنا عارف إن الهيدروكلوريك ده حمض، هكتب عليه كده ده حمض، والمغنيسيوم ده فلز. يبقى انا لو حمض مخفف اهو مخفف، يبقى انا لو اتكلمت بصوره عامه كده عن التفاعل ده هقول لك ده انا عرفت ان تفاعل الفلزات مع الاحماض المخففه بيكون تفاعل طارد للحراره. يعني تفاعل الفلز مع الحمض يا مس من امثله التفاعلات الطارده للحراره. ايوه. نيجي بقى نرجع الكتاب. بيقول لي انا عايز اكتب المعادله. يجي في الامتحان ويسالك اكتب معادله كيميائيه موزونه تدل على تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع شريط المغنيسيوم. هروح كاتبه HCl يعني حمض هيدروكلوريك واكتب له Mg يعني مغنيسيوم وابتدي اطلع طبعا غاز الهيدروجين لوحده ويبقى معايا الMg والCl اللي هو محلول MgCl زائد هيت. ليه كتبت في الاخر زائد هيت؟ لان التفاعل مصحوب بانطلاق طاقه حراريه الى الوسط المحيط. طيب بيقول لي هنا ايه هو؟ يجي يقول لي درجه الحراره لما زادت ازداد معاها درجه حراره النظام وازدادت درجه حراره الوسط المحيط. ايه هو النظام؟ النظام هو الاناء اللي انا شغاله فيه، المحلول اللي انا بشتغل عليه، او الحمض اللي انا حطيت جوه شريط مغنيسيوم، ده اسمه النظام بتاعي اللي انا شغاله عليه. يبقى انا عندي النظام يمثل خليط التفاعل اللي انا بشتغل عليه، والوسط المحيط هو الترمومتر والكوبايه والاناء اللي انا اللي هم حوالين النظام بتاعي، اسمه الوسط المحيط. لما درجه الحراره بتزداد بتزود درجه حراره النظام وبتزود درجه حراره الوسط المحيط. طيب يجي بعد كده
يقول لي ما هو التعريف العلمي للتفاعلات الطارده للحراره؟ التعريف العلمي باختصار هي تفاعلات ينتج عنها انطلاق طاقه حراريه الى الوسط المحيط كناتج من نواتج التفاعل. يبقى الطاقه الحراريه بتطلع معايا الى الوسط المحيط زيها زي اي ناتج من نواتج التفاعل. ما ينفعش اكتب النواتج من غير ما اكتب زائد هيت. طيب يجي يقول لي اديك امثله. اول مثال خدناه على التجربه اللي احنا شرحناها دلوقتي تفاعل الفلزات مع الاحماض المخففه. لو حطيت فلز على حمض مخفف هيبقى تفاعل طارد للحراره. تاني واحد ايه؟ تفاعل القلويات مع الاحماض. لو جبت قلوي وحمض هيديني تفاعل طارد للحراره، زي مثلا ال NaCl. اكتبه لك اهو عليه مثال. ال NaOH ده قلوي. ليه قلوي؟ عشان بيحتوي على OH سالب. طب زائد HCl ده حمض. ليه حمض؟ عشان بيحتوي على H موجبة. طب لما بفعل القلوي مع حمض يا ترى هيديني ايه؟ لو القلوي اتفاعل مع الحمض أول مادة هتطلع من التفاعل هي المية أهو، هيديني H2O، H و H و O، يبقى اداني مية. زائد ايه؟ هيبقى معايا NaCl. NaCl ده ملح. ده ايه؟ ملح. وده ماء. يبقى أنا عندي ناتج تفاعل القلوي والحمض هينتج عنهم حاجتين، ملح وماء. ده كده النواتج بتاعه الايه؟ التفاعل بتاع الاحماض مع القلويات. طب ينفع اكتب النواتج بتاعتي واسكت؟ لا، ده انا بكتب في الاخر زائد هيت. ليه مش زائد هيت؟ عشان انا عارف ان تفاعل الاحماض مع القلويات تفاعل طارد للحراره مصحوب بانطلاق طاقه حراريه الى الوسط المحيط. طيب بيجي يقول لي عندي كمان تفاعل كربونات الفلز مع الاحماض المخففه. يبقى انا عندي 3 انواع للتفاعلات الطارده: تفاعل الفلز مع الاحماض المخففه، تفاعل كربونات الفلز مع الاحماض المخففه، وتفاعل الحمض مع القلوي. طب يجي يقول لي انا عايز ارسم مخطط طاقه، مخطط يدل على التفاعل الطارد للحراره. هرسمه ازاي؟ لو انا جيت هنا هعمل شكل بياني اهو، واقول لك الشكل البياني ده بيعبر عن مقدار الطاقه اهو، وهنا اتجاه سير التفاعل، اتجاه سير التفاعل. انا دلوقتي عايزه اعمل علاقه بين مقدار الطاقه اللي في التفاعل الكيميائي عندي واتجاه سير التفاعل. انا عارف ان التفاعل بتاعي بيمشي من المتفاعلات الى النواتج. طيب انا اول حاجه ببدا بيها طبيعي هتكون مين؟ المتفاعلات. طب انا هسالكوا سؤال، انا عندي التفاعل ده طارد للحراره ولا بيمتص حراره من الوسط المحيط؟ لا يا مس، ده طارد للحراره. يعني كان درجه حرارته قليله وبقت درجه حرارته مرتفعه. يبقى انا لما ابدا التفاعل هنا عندي يا ترى هبدا هاخد الطاقه الحراريه من اولها لاخرها كده؟ لا، احنا قلنا ان الطاقه الحراريه كانت قليله، فبالتالي مش هاخد الجزء ده كله، ده انا هبدا من النص. يبقى المتفاعلات ما خدتش الجزء ده كله، ده احنا بدانا من النص وكتبت عندي دي المتفاعلات. وبعد كده الطاقه الحراريه اهي، ده الجزء بتاعها يا دوبك هو نص الحته دي بس. طب انا خلصت المتفاعلات، عايزه اروح على النواتج. النواتج بتطلق طاقه حراريه، يعني الطاقه في النواتج كبيره عشان ده تفاعل طارد للحراره. فانا هاجي هرسم النواتج، هروح واخدها من اول فوق لحد تحت هنا، وهاجي ارسم لك خط كده واقول لك دي معايا النواتج. طيب لما اجي افرق هنا في الرسمه واقسمها لك نصين كده وهقول لك مين اكبر؟ يا ترى الطاقه الحراريه في المتفاعلات الممتصه عند كسر روابط المتفاعلات ولا الطاقه الحراريه المنطلقه عند تكوين النواتج؟ طبعا الطاقه الحراريه الممتصه في كسر المتفاعلات قليله، لكن الطاقه الحراريه المنطلقه عند تكوين النواتج كبيره. طب ايه الجزء ده يا مس؟ الجزء ده اللي في النص ما بينهم ده الفرق في الطاقة، الفرق في الطاقة. يعني مثلا لو انا امتصيت طاقة حرارية مثلا 50 واطلقت طاقة حرارية 100، يبقى الفرق ما بينهم كام؟ 50. تمام كده؟ طيب نرجع تاني. بيرسم لي بقى المخطط بتاعي اهو، وبيقول لي المتفاعل، او طبعا اتجاه سير التفاعل طبيعي هيبدا من المتفاعلات، فببدا بالمتفاعلات وببتدي ابدا من النص. ليه من النص؟ عشان ما ينفعش المتفاعلات تاخد الطاقه الحراريه كلها
وانا قلت ان هو تفاعل طارد للحراره، يعني بيمتص حراره قليله هو بيكسر الروابط، وبيطلق حراره كبيره وهو بيكون الايه النواتج، ويبتدي يبقى شكل المخطط بتاعي كده. تمام. يجي بعد كده يقول لي يتضح من المخطط السابق أن مقدار الطاقة المنطلقة من تكوين الروابط الجديدة في النواتج أكبر من مقدار الطاقة الممتصة عند كسر الروابط في الإيه؟ في المتفاعلات. طيب بيقول لي يظهر الفرق بين مقدار الطاقة المنطلقة والممتصة في صورة طاقة حرارية منطلقة. يعني أنا دلوقتي عارف إن النظام بتاعي امتص حرارة منين؟ من الوسط المحيط. طب أطلق حرارة على فين؟ برضو على الوسط المحيط. طب الفرق ما بينهم راح فين؟ لا إما أنا امتصته جوايا، لا إما أطلقته إلى الوسط المحيط. طيب يجي يقول لي ده تفاعل تكوين الماء اللي احنا شرحناه من شويه. قلت ان انا عندي الهيدروجين عباره عن جزيئين هيدروجين هم مرتبطين ببعض. طب وعندي الاكسجين ادي ذره وذره مرتبطين ببعض. فعشان اكسر روابط الاكسجين والهيدروجين بيقول لي وانا بكسرهم الهيدروجين امتص 872 كيلو جول من الطاقه الحراريه، والاكسجين امتص 498 كيلو جول من الطاقه الحراريه. الاثنين مع بعض 1370 كيلو جول. طب مجموع الطاقة الممتصة عند كسر الروابط 1370. طب لما جت المية اتكونت وكونت لي جزيء ال H2O وهو بيتكون وبيعمل روابط جديدة، يا ترى أطلق قد إيه من الطاقة الحرارية؟ أطلق 1840 كيلو جول. يا ترى الطاقة الممتصة أكبر ولا المنطلقة أكبر؟ طبعا الطاقة المنطلقة أكبر، ال 1840 أكبر من ال 1370. فبالتالي طالما لقيت كمية الطاقة المنطلقة عند تكوين النواتج أكبر من الممتصة بقول عليه تفاعل طارد، عشان الطاقة المنطلقة أكبر، فعشان كده قلت عليه تفاعل طارد للحرارة. طيب بيقول لي عايز مخطط للطاقة بيدل على تفاعل تكوين الماء الهيدروجين مع الأكسجين عشان يدوني مية، فبرسم له نفس المخطط اللي رسمناه المرة اللي فاتت، بس بكتب له المتفاعلات بتاعه كانوا مين؟ H2 و O2، والنواتج بتاعتي كانت مين؟ H2O. بكتب له بس مين اللي دخل في التفاعل ومين اللي خرج منه، لكن هو نفس المخطط بالظبط. طيب يجي يقول لي التكامل مع علوم الحياة يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بلاقي عندي كائنات حية بيظهر فيها ظواهر غريبة جدا ممكن اكون انا مش فاهمة معناها قبل كده. بيقول لي عندي حشرات اسمها الحشرات المضيئة، ممكن اكون شفتها في التلفزيون، في كرتون، في مسلسل، في تنة ورنة مثلا. طيب الحشرات المضيئة دي يا ترى ممكن تكون موجودة في الحقيقة؟ طبعا عندي حشرات حقيقية بتنور من منطقة البطن اللي موجودة في الظهر. طب منطقة البطن دي ازاي بتطلع طاقة ضوئية؟ بيقول لي ان الحشرات المضيئة في منطقة البطن بتحتوي على مواد كيميائية، المواد الكيميائية تتفاعل مع بعضها وتنتج طاقة حرارية تتحول إلى طاقة ضوئية. يبقى إيه اللي بيحصل في الحشرات المضيئة؟ بيحصل تفاعلات كيميائية طاردة للحرارة تتحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ضوئية تستطيع أن تضيء بها منطقة البطن. طب ليه الحشرة بتنور ساعات وتطفي ساعات؟ ليه بتتحكم في وقت ومدة الإضاءة بتاعتها؟ بتستخدم الإضاءة دي في حاجتين، بتستخدمها في الدفاع عن النفس والتزاوج. لو أنا واقفة ولقيت في حشرة وقفت عليا وجيت أهشها كده ونورت طبعا هخاف وهتنفض، فهي بتستغل اللحظة دي إن هي تهرب بسرعة وتدافع عن نفسها. أو بتستخدمها في التزاوج عشان الإضاءة دي بتخلي الحشرة شكلها حلو فبتبتدي تجذب إليها الجنس الآخر. طيب أنا عندي الحشرة المضيئة بتنور ليه؟ لأنها تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ضوئية، بيحصل جواها تفاعلات طاردة للحرارة. يجي يقول لي عندي تطبيق حياتي، حاجة ممكن استخدمها في حياتي اليومية قدرت اكتشفها من خلال التفاعلات الطاردة للحرارة والمصة للحرارة. ايه هي الحاجه دي؟ عندي حاجه اسمها عبوات ذاتيه التسخين الفوريه. يعني ايه ذاتيه التسخين؟ يعني مثلا يبقى معايا كوبايه واجي احط فيها القهوه تسخن لوحدها من غير ما احطها على النار، او ابقى احط جواها اكل او اندومي مثلا والاقيه يستوي او يتحضر من غير ما احتاج مصدر خارجي للحراره. طب ازاي الكوبايه دي ممكن تشتغل؟ بيقول ان الكوبايه دي جواها علبه مقفوله. العلبه المقفوله دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على حاجتين هرسمهم لكم كده. لو انا جبت الكوب اهو، دي عبوات ذاتيه التسخين الفوريه، جواها اناء مقفول من جوه. الاناء ده فيه حاجتين، ايه الحاجتين اللي موجودين هنا؟ بيقول لي H2O ميه، يبقى نصه فيه ميه والنص التاني فيه ايه؟ فيه CaO.
مين CaO ده؟ ده اكسيد الكالسيوم اللي هو الجير الحي. يبقى الكوبايه بتحتوي على مادتين، بتحتوي على CaO اللي هو اكسيد الكالسيوم. اكسيد الكالسيوم اسمه الجير الحي، يبقى هو ليه اسمين. طيب وبتحتوي على ميه زائد H2O ماء. طيب يجي يقول لي ما علينا، يجي يقول لي ان انا ازاي ممكن اخلي المادتين دول يدوني حراره. تفاعل اكسيد الكالسيوم او الجير الحي مع الماء تفاعل طارد للحراره، يكون مصحوب بانطلاق طاقه حراريه. اول ما اكسيد الكالسيوم يدوب في الميه على طول يطلع طاقه حراريه الى الوسط المحيط. فبالتالي التفاعل ده طب هتشتغل ازاي؟ في زر موجود من هنا كده، الزرار ده اول ما بضغط عليه بيمزق الغشاء الرقيق اللي بيفصل بين الميه واكسيد الكالسيوم. اول ما الغشاء اللي في النص ده يتمزق هيبتدي يختلط او يذوب اكسيد الكالسيوم اللي هو الجير الحي في الميه ويعمل تفاعل طارد للحراره. التفاعل ده بيعمل على ايه؟ بيعمل على تحضير القهوه وتسخين الاطعمه. نرجع تاني نشوف الصوره اهو، بيقول لي ادي الاناء وعبوه ذاتيه التسخين وادي الزرار اللي انا بضغط عليه، فيروح مقطع الغلاف اللي بيفصل ما بين الجير الحي والميه، ولما يتمزق هيعمل تفاعل طارد للحراره بيسخن القهوه اللي موجوده جوه الاناء او الاطعمه اللي موجوده جوه الاناء. طيب يجي يقول لي اكتب المعادله الداله على تفاعل عبوات ذاتيه التسخين فوريه. هقول له اكسيد الكالسيوم CaO زائد H2O ميه، هيديني ايه؟ هيديني CaOH2. ايه هو ده؟ ده هيدروكسيد الكالسيوم. هيدروكسيد الكالسيوم ليه اسمين. هيدروكسيد الكالسيوم وهو في صوره سائله، المحلول اللي انا لسه عاملاه دلوقتي ده بيكون اسمه ماء الجير. ماء الجير. طب لو انا عندي هيدروكسيد كالسيوم بس مش ميه ومش محلول، لو هيدروكسيد الكالسيوم ده في صوره مسحوق بسميه الجير المطفأ. يبقى انا عندي ثلاث مواد لازم اكون عارفه اسمهم عشان بيسالني عليهم في الامتحان. عندي CaO ده اكسيد الكالسيوم اسمه الجير الحي، يبقى ده اكسيد الكالسيوم اسمه الجير اهو الجير الحي. طيب عندي مادة تانية اللي هي CaOH2، لو هي في صورة ليكويد اهو ال يعني ليكويد محلول AQ محلول، يبقى بقول عليها ماء الجير. طب لو نفس المادة CaOH2 بس حالتها S صلبة، حالتها مسحوق، بقول عليها ايه؟ بقول عليها الجير المطفأ. اكسيد الكالسيوم اسمه الجير الحي، CaOH لو في حالة محلول يبقى اسمه ماء الجير، CaOH2 لو في حالة مسحوق يبقى اسمه الجير المطفأ. نرجع تاني، بيقول لي عندي حاجة اهو خلاص خدنا اهميتها ايه؟ اعداد القهوة وتسخين الاطعمة الموجودة فيها. طيب وكتب لي كمان اهو الاسم الشائع لمحلول هيدروكسيد الكالسيوم هو ماء الجير، والاسم الشائع لمسحوق هيدروكسيد الكالسيوم هو الجير المطفأ. بعد كده عندي حاجه اسمها تفاعل السيرمايد. ايه تفاعل السيرمايد ده؟ بيقول لي يا جماعه انا دلوقتي عندي سكه حديد، والسكه الحديد في جزء اتقطم من القضبان بتاعها، فالحمه ازاي؟ هحتاج حديد سايح منصهر عشان يقدر يلحم قضبان السكك الحديديه. طب هعمل ده ازاي؟ بيقول لي عندي تفاعل اسمه تفاعل السيرمايد. التفاعل ده بيكون مصحوب بانطلاق كميه كبيره جدا من الطاقه الحراريه. ازاي ممكن تنطلق كميه كبيره من الطاقه الحراريه؟ بيقول لي التفاعل ده بيعتمد على تفاعل فلز مع اكسيد فلز، بس اكسيد الفلز هفعل معاه فلز تاني انشط منه كيميائيا. يعني انا مثلا عندي اكسيد الحديد ده اكسيد فلز، وعندي الومنيوم ده فلز. ايه الفرق بين الاثنين؟ الالومنيوم انشط من الحديد، فبالتالي الالومنيوم هيقدر يقوم الحديد ويقعد مكانه. الالومنيوم يجي يقول للحديد امشي انت وانا هقعد هنا بدالك، ويطرد الحديد لوحده بره. ازاي؟ يجي يقول لي بعد ما كان عندي Fe2O3 لا ده هيبقى Al2O3. يبقى الحديد الالومنيوم قعد مكان الحديد، قعد مكانه ليه وازاي؟ لان الالومنيوم انشط كيميائيا من الحديد. طيب يطرد بقى الحديد ويقعد ايه لوحده. طب الحديد
او اكسيد الحديد دخل ماده صلبه، هل وهو طالع من التفاعل هيطلع برضو ماده صلبه؟ لا، ده كان داخل صلب وطلع حديد منصهر سايح. ليه الحديد طلع سايح ومنصهر؟ لان التفاعل ده او تفاعل السيرمايد ده بيكون مصحوب بانطلاق كميه هائله، حراره جامده جدا، فبالتالي الحراره دي تعمل على انصهار ماده الحديد ويطلع عندي حديد منصهر اقدر استخدمه في لحام قضبان السكك الحديديه. اهو يجي يقول لي يصاحب تفاعل الالومنيوم مع اكسيد الحديد الاحمر انطلاق كميه كبيره من الطاقه الحراريه تؤدي الى ايه؟ الى انصهار الحديد الناتج من التفاعل، فبالتالي هينتج معايا حديد منصهر وكميه كبيره من الطاقه الحراريه. ايه اهميته؟ بستخدمه في لحام قضبان السكك الحديديه زي ما احنا شايفين كده في الصوره. طب بعد كده عندي حاجه اسمها تفاعلات موصل الحراره. سريعا كده انا قلت التفاعلات الطارده للحراره هي تفاعلات كيميائيه مصحوبه بانطلاق طاقه حراريه كناتج اساسي من نواتج التفاعل الى الوسط المحيط. طيب التفاعلات الطارده للحراره قلت عليها 3 امثله و3 تطبيقات حياتيه. ايه ال3 امثله؟ تفاعل فلز مع مع الحمض المخفف، تفاعل كربونات الفلز مع الحمض المخفف، تفاعل الحمض مع القلوي. وايه ال3 تطبيقات الحياتيه؟ قلنا الحشرات المضيئه والعبوات ذاتيه التسخين الفوريه وكتبنا المعادله بتاعتها، وتفاعل السيرمايت وكتبنا المعادله بتاعته. طب يجي يقول لي التفاعلات الموصله للحراره، التفاعلات هنا العكس، مش هتطلق طاقه حراريه الى الوسط المحيط، درجه الحراره مش هتبقى اكبر ولا حاجه ولكنها هتكون اقل. يعني التفاعل الموصل للحراره ده هتكون درجه الحراره النهائيه اقل من درجه الحراره الابتدائيه، لان التفاعل ده لو كان درجه حرارته 25 بعد ما اخلص تفاعل هبص الاقيها بقت 20 بقت 15، يبقى ده تفاعل بيمتص الحراره بتاعت الوسط المحيط مش بيزودها. طب بيقول لي ما تيجي نعمل نشاط بيأكد لي الكلام ده او ناخد مثال على الكلام ده. بيقول لي هجيب ماده اسمها هيدروكسيد الباريوم في صوره مسحوق، يبقى انا معايا مسحوق اسمه هيدروكسيد الباريوم ومعايا مسحوق تاني اسمه كلوريد الامونيوم. اهو مسحوق هيدروكسيد الباريوم ومسحوق كلوريد الامونيوم. هجيب المسحوقين دول وهاجي هجيب دورق، والدورق ده هجيب تحتيه خشبه والخشبه هبلها بالميه. يبقى انا معايا ايه؟ معايا مسحوق هيدروكسيد الباريوم ومعايا مسحوق كلوريد الامونيوم ومعايا دورق عشان احط فيه المواد بتاعتي ومعايا حته خشبه مربعه قد كده وهنقط عليها ميه او هبلها. تمام. وبعد كده هيكون معايا صاج زجاجيه عشان اعرف اقلب بيها المسحوقين مع بعض، وهيبقى معايا ترمومتر عشان اقدر اقيس درجه الحراره الابتدائيه ودرجه الحراره النهائيه. طب هعمل ايه في التفاعل دوت؟ بعد ما احط المادتين على بعض هقيس درجه الحراره قبل ما اقلب. يبقى انا بقيس درجه الحراره الابتدائيه اللي هي تي 1 اهو، تي 1 الحراره الابتدائيه. قيس درجه الحراره الابتدائيه تي 1 لقيتها مثلا 21 مثلا تساوي 21 اهو. 21 درجة مئوية. خلاص دي الحرارة الايه؟ الابتدائية. طب انا هقيس درجة الحرارة النهائية تي 2، يعني هقلب المسحوقين على بعض بالساقط الزجاجية وهشوف قراءة الترمومتر في الاخر وصلت لحد كام، فهلاقي درجة الحرارة النهائية تي 2 بقت -3. يعني ايه مش -3؟ دي كده بقت قليله قوي. -3 دي درجه حراره تحت الصفر. يجي يقول لي بعد ما قلبت وقيس درجه الحراره النهائيه اهو، دي النهائيه، هبص اجي ارفع الدورق من على القطعه الخشبيه هلاقي حاجه غريبه جدا حصلت معايا. ايه اللي هيحصل؟ الدورق بتاعي هيكون ملتصق بالقطعه الخشبيه اهو، قلبتهم مع بعض هلاقي الدورق ملتصق وانا برفع الخشبه اترفعت مع الدورق. ليه؟ ايه التفسير للكلام ده؟ بيقول لي ان التفاعل ده تفاعل ماص للحراره، وامتصاص الطاقه الحراريه ادى الى انخفاض درجه الحراره النهائيه، وبالتالي ادى الى تجمد طبقه الماء الموجوده على القطعه الخشبيه. يبقى انا عندي الميه اللي انا كنت حطاها على الخشب بلها بيها دي اتجمدت فلزقت قطعه الخشب في الدورق. طب ليه حصل الكلام ده؟ عشان ده تفاعل ماص للحراره، امتص حراره من الوسط المحيط ومن النظام وادى الى تجمد طبقه الماء الموجوده على القطعه الخشبيه.
اهو ده تعريف التفاعلات الماصة للحرارة. تعريفها ايه علميا؟ التفاعلات الماصة للحرارة تفاعلات يلزم لحدوثها امتصاص طاقة حرارية من الوسط المحيط فتنخفض درجة حرارة النظام وتنخفض درجة حرارة الوسط المحيط. طب ايه الامثله على التفاعلات الماصه؟ زي مين يا مس؟ زي مثلا تفاعل هيدروكسيد الباريوم مع كلوريد الالومنيوم مع كلوريد الامونيوم. التفاعل اللي احنا لسه قايلينه ده بيجي في الامتحان كتير جدا، يسالك تفاعل هيدروكسيد الباريوم مع كلوريد الامونيوم تفاعل طارد للحراره ولا ماص للحراره؟ طبعا تفاعل ماص للحراره. طب ايه الامثله؟ بيقول لي تفاعل الانحلال الحراري للحجر الجيري. مين الحجر الجيري؟ اللي هو كربونات الكالسيوم CaCO3. بصوا يا جماعه، انحلال حراري ان شاء الله تاخدوها في سنه ثالثه اعدادي. انحلال حراري يعني ماده بتنحل بالحراره. انا عندي ماده وعايزه افككها فبولع فيها عشان تتفكك. طالما انا ولعت فيها يبقى الماده دي امتصت حراره ولا اطلقت حراره؟ طبعا امتصت حراره، انا ولعت فيها واديتها نار فهي امتصت النار دي عشان تعرف تتفكك. فاول ما يقول لي كلمه انحلال بعرف على طول ان الماده دي او التفاعل ده ماص للحراره. يبقى تفاعل الانحلال الحراري للحجر الجيري اللي هو مين الحجر الجيري؟ كربونات الكالسيوم CO3 ده تفاعل ماص للحراره. طب تفاعل انحلال غاز الاوزون O3 في الغلاف الجوي. الاكسجين عباره عن O2، طب الاوزون عباره عن O3، يبقى انا عندي غاز الاوزون O3. الغاز ده بينحل بالحراره ويديني اكسجين. طب طالما انا قلت انحلال اعرف على طول ان دي تفاعلات ايه؟ ماصه للحراره. طب تفاعل بيكربونات الصوديوم مع الاحماض المخففه. بيكربونات الصوديوم، مش انا قلت الحصه اللي فاتت في التفاعلات الفيزيائيه ان انا لو دوبت كربونات الصوديوم في الميه بتعمل ذوبان طارد للحراره؟ طب لو دوبت بيكربونات الصوديوم بتعمل ذوبان ماص للحراره. هنا العكس هنا برضو زيها، لو جبت كربونات الصوديوم مع الحمض هتعمل تفاعل كيميائي طارد للحراره. طب لو جبت بيكربونات الصوديوم مع الحمض هتعمل تفاعل ماص للحراره. يبقى اول ما يقول لي بيكربونات اعرف ان هو بيتكلم عن تفاعل ماص للحراره. طب لو قال لي كربونات اعرف ان ده تفاعل ايه؟ طارد للحراره. يجي يقول لي ارسم مخطط بيدل على التفاعل الموصل للحرارة. زي المخطط اللي فات بالظبط، برضو هعمل علاقة بيانية بين الطاقة واتجاه سير التفاعل وهبتدي ارسم. مش انا عارف ان التفاعل عندي موصل للحرارة، يعني كمية الحرارة الممتصة عند كسر رابط المتفاعلات اكبر من كمية الحرارة المنطلقة عند تكوين روابط النواتج. طالما الحرارة الممتصة في المتفاعلات أكبر معنى كده إن أنا هكتب المتفاعلات هنا وهاخد المستوى بتاع الطاقة كله من أوله لآخره علشان أقول لك إن ده تفاعل ماص للحرارة، امتص حرارة كبيرة جدا. طب وأنا رايحة ناحية النواتج، وأنا بكون النواتج بأطلق حرارة برضو بس قليلة أقل من اللي امتصتها، فبأطلق حرارة قليلة وبعدين أقول لك خلاص أنا كده كونت النواتج. طب إيه الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ الفرق ما بينهم هي الطاقة الممتصة من الوسط المحيط، الفرق في الطاقتين. يبقى ده كده المخطط الذي يمثل التفاعل الماص للحرارة. بيقول لي أن مقدار الطاقة المنطلقة من تكوين الروابط أقل من الطاقة الممتصة في كسر رابط المتفاعلات. طبعا كل الكلام ده بيدل أو بيثبت قانون بقاء الطاقة. طيب يجي بعد كده يقول لي عايزين نعمل بقى مقارنه. يبتدي بقى يختصر لي الكلام ده في مقارنه لذيذه كده ويقول لي التفاعلات الطارده للحراره تفاعلات ينتج عنها انطلاق طاقه حراريه كناتج من نواتج التفاعل الى الوسط المحيط فيرتفع درجه حراره الوسط المحيط. طب المصه تفاعلات يلزم لحدوثها امتصاص طاقه حراريه من الوسط المحيط فتنخفض درجه حراره الوسط المحيط والنظام. طب ايه الامثله على الكلام ده؟ التفاعلات الطارده تفاعل الفلز مع الحمض المخفف، تفاعل القلويات مع الحمض، تفاعل كربونات الفلز مع الحمض المخفف. طب ايه امثله التفاعلات الماصه؟ اي انحلال، تفاعل الانحلال الحراري لكربونات الكالسيوم، تفاعل انحلال غاز الاوزون في الغلاف الجوي، وتفاعل بيكربونات الصوديوم مع الاحماض المخففه. وكاتب لي مخطط الطاقه بتاع الاثنين وبيقارن لي ما بينهم. تمام كده؟ طيب نحل بقى اسئله على الدرس. يجي يقول لي اكتب الاسم الدال على
كل من أول حاجة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من صورة إلى صورة أخرى، ده اسمه قانون بقاء الطاقة. عالم أوضح أن إجمالي الطاقة يبقى ثابتا ضمن النظام المعزول. مين اللي قال لي إن الطاقة ما ينفعش تفنى ولا ينفع تستحدث من العدم؟ العالم هيرمان فون هيلمولتز. طب تفاعلات ينتج عنها انطلاق طاقة حرارية كناتج من نواتج التفاعل إلى الوسط المحيط. طالما قال لي ينتج عنها انطلاق طاقة يبقى دي تفاعلات طاردة للحرارة. طب عبوات تستخدم في إعداد القهوة أو تسخين الأطعمة الموجودة بها دون الحاجة إلى وجود مصدر خارجي للحرارة، دي اسمها عبوات ذاتية التسخين الفورية. تفاعل تسخين الألومنيوم مع أكسيد الحديد الأحمر، ألومنيوم مع أكسيد حديد، ده اسمه تفاعل السيرمايت. تفاعل يلزم لحدوثها امتصاص طاقة حرارية من الوسط المحيط فتنخفض حرارته. طالما قال لي يلزم لحدوثها امتصاص حرارة بعرف ان هو بيكلمني عن التفاعلات الماصة للحرارة. طيب يجي يقول لي ناخد أكمل، يقول لي في التفاعل الكيميائي يتم كسر الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة. كسر الروابط الكيميائية عملية إيه للحرارة؟ كسر الروابط ماصة للحرارة، بينما تكوين روابط كيميائية عملية طاردة للحرارة. تصنف التفاعلات الكيميائية تبعا للتغيرات الحرارية المصاحبة لها إلى، أنا بصنف التفاعلات إلى طاردة للحرارة وماصة للحرارة. تفاعلات كربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف طاردة للحرارة عشان قال لي كربونات. طيب بينما تفاعل انحلال كربونات الكالسيوم قال لي انحلال، بعرف على طول ان هو بيتكلم عن تفاعلات ماصة للحرارة. طب في التفاعلات الطاردة للحرارة يكون مقدار الطاقة نقط من تكوين الروابط جديدة. الطاقة طبعا الممتصة من تكوين روابط جديدة في جزيئات النواتج أكبر من مقدار الطاقة نقط عند كسر الروابط. الطاقة الممتصة عند كسر الروابط، أول ما يقول لي كسر روابط بعرف إن أنا بمتص حرارة، طب أول ما يقول لي تكوين روابط بعرف إن أنا بأطلق حرارة. يصاحب التفاعلات الكيميائية تغيرات حرارية تظهر في صورة امتصاص أو انطلاق طاقة إلى أو من الوسط المحيط بما يحقق قانون إيه؟ بما يحقق قانون بقاء الطاقة. تستخدم الحشرات المضيئة الضوء الصادر من أجسامها في أغراض مختلفة زي إيه؟ الدفاع عن النفس وفي التزاوج. الصيغة الجزيئية للجير الحي هي CaO، بينما الصيغة الجزيئية للجير المطفأ CaOH2. طيب التفاعلات نقط ينتج عنها انطلاق طاقة حرارية، التفاعلات الطاردة للحرارة، بينما التفاعلات نقط يصاحبها امتصاص طاقة حرارية، التفاعلات الماصة للحرارة. وكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس واستمتعتوا. لو في حد مش فاهم أي حاجة ممكن يكتب لي في الكومنتس وإن شاء الله أرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.